غادي نشوفوا الحلوه ديال الشكلاط. تبعوا معايا لا فيديو. هنا عندنا 200 غرام ديال الشكلاط الابيض، غادي ندير معاه وحده كحله. غادي نشوف اللون عجبني هي هذه، عجبنيش غادي نزيد حتى نوصل للدرجه اللي انا باغا ديال اللون. انا باغاه رمادي بارد بحال الرماد. غادي نشوف هذا هو اللون اللي بغيت. غادي نبدا نخدم في الليمون اللي اختاريت هو هذا الشكل هذا، ولكن ما غاديش نطلعو حتى للفوق. غادي ناخذ بانسو غادي نطلع عليه شويه القياس اللي انا بغيت. غادي نخليه يبرد. الشكلاط ما زيد معاه حتى شي حاجه، ندوبو هكاك بوحديتو، ما زيد معاه لا زيت لا حتى شي حاجه. خصها الطبقه الاولى تكون عامره حيت غادي نعمروه بالكراميل. خاص لتحت يعمر بالشكلاط، ما نديروش طبقه رهيفه. الا مشينا درنا الطبقه رهيفه غادي ملي نبغيو نعدوها تهرس كامله، فهمتوا؟ حتى الا بغيت نحيدها من الليمون غادي تهرس ليا، حيت الوسط الكراميل كيكون سايح ماشي بحال الا عمرتها بالكوك ولا شي حاجه المهم اللي قاصحه مشبره، ماشي بحال عمرتها بالكراميل شي حاجه سائله من الوسط. دونك غندير طبقه ما نخافش، كنطلع بحال هكا في الجناب، كنرجع ديما ديك الاولى اللي درت الا بان لي راه هبط من الجناب نعاود نطلع. نقدر ندير حتى لو كوش ديال الشوكولاط. انا في الاول خدمت بحال هكا باش ما نبقاش نعاود نبقى ندخل الثلاجه ونعاود، لا. وما ديروهاش في الكونجيلاتور على برا. دابا اصلا الجو دابا بارد وانتي كتخدمي في الشوكولاط وهو كيجمد معاك، يعني ماشي كتحتاجي ديريه في الكونجيلاتور. ولا درتيه في الكونجيلاتور ما غاديش تبقى لك مزيانه. دابا غادي نبدا نعمر بالكراميل. غادي نعاودو طبقه اخرى ديال الشوكولاط من فوق الكراميل. صافي نبقاو غاديين على هاد الطريقه حتى نساليو كاع الحلوه ديالنا. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني. هذا خديت المول هذا ديال السيليكون داير وغادي نصبغو. غنديرو لو الكوش الاولى نخليوه حتى يجمد ونعاودوه باش ما يجيناش طبقه رهيفه.
ندوزو باش نعمرو هاد الشكل. غادي نعمرو حتى هو بهاد الكراميل وباي نوع عندك ديال المكسرات، الزبيب لا حتى بالضو باش نبدلو الحشوه. نزيد شويه كراميل ونصب الشكلاط كيف ما درت في الاول. نخليها حتى تقبض شويه عاد نزولها من المول. انا غادي نحيد هاد الزوائد. دغيا نشد الشكلاط ديالي جنب، ندير واحد شويه هنايا وغادي ندير دقه ديال البسكويت. هاد البسكويت راه ديجا كنت خدمت بيه ديجا، وريتو قدامكم. غادي نخلي لكم المقادير تحت الفيديو. وغادي نشد البسكويت غادي نديرها هنا باش تقبض، نخليها حتى تشد معايا مزيان. غادي ندير ليها من هنا، نضغط من هنا من التحت بجوج صباعان. هذا هو الشكل النهائي. ومن بعد الا بغينا نزبروها من الفوق. الحشوه الثالثه اللي غادي نعمرو بها هاد الشكلاط الكحل، غادي نديرو فيها الكوك والكونفيتور ديال الليمون صايبونه في الدار. نعملو القلب ديال الليمون. هكا نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتلاقاو الحلقه المجايه ان شاء الله. سلامه.